كم يقدر يدفع من ثمن شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ كم الشكرانية هذه اللي نقدر ندفعها لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، كل مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لكن قال يكفي من ذلك كله ركعتين من الضحى يركعها الإنسان فتكفيه أن تكون شكر. تخيل أنه شكر نعمة العافية، هل في نعمة أكبر منها؟ شكر نعمة العافية العظيمة أنك تصلي ركعتين في وقت الضحى لله سبحانه وتعالى. شوف كرم ربك كيف قبل منك بس هذه الركعتين في دقيقتين 3 دقائق. مع هذا الله تعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. لو شكرت الله على العافية تأكد أنه راح يزيدك من هذه العافية بفضل وجوده سبحانه وتعالى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فراحوا وعادوا مباشرة. الصحابة تعجبوا، جابوا غنائم كبيرة، قالوا: ما رأينا أسرع من هذه الكرة ولا أوسع غنيمة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن من صلى الضحى كان أسرع كرة وأوسع غنيمة منهم. يعني تخيل أنه ركعتي الضحى أكثر فائدة مما تأتي به هذه السرية من الغنائم.